السلام عليكم، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. ومرحبا بكم في حكاية جديدة. أنا سميتي رانيا، البنت الوحيدة في دارنا، وعندي خويا كبر مني اللي كان مزوج وعنده وليداتو. كنت عايشة الحمد لله بخير وعلى خير وما ناقصني خير. بابا كنت عزيزة عليه بزاف، مع أنا كنت كنقرا مزيان وكان دائما كيفتخر بيا. كبرت وكان كيعاملني بحال شي بنيته صغيرة، واخا ولات في عمري 27 سنة وخدامة الحمد لله بواحد الصالير اللي هو مزيان. كان كيقول لي فلوسك خبيهم، ما تحطي الريال. كيقول لي انتي دابا باقا محسوبة عليا، يعني انا اللي نصرف عليك. وهذا الشيء بطبيعة الحال ما كانش كيعجب مرات خويا، مع كنا كنسكنوا في دار وحده. وبالنسبه للمصروف كان مقسوم ما بين بابا وخويا. مع خويا تبارك الله كانوا عنده 3 الوليدات. ايوا مرات خويا دائما كتقول لي شيخي زعما بابا انا كيدير الفرزيات، كيفضلك انتيا على خوه. علاش انتي ما تصرفيش؟ علاش حتى انتي ما تحطيش جدك؟ كنقول لها بابا ما كيبغيش، والله يخلي ليا بابا مازال خدام عليا. ما كانش كيخليني نصرف. كنت الا جبت معايا غير شي حاجه، مثلا ملي كنكون جايه من الخدمه وكنجيب شي حاجه هكا تشهيتها، كيدور فيا كيقول لي فلوسك خبيهم لدوير الزمان. يعني انا فلوسي ما كنتش كنخسرهم، من غير الا دورت مع المساعده مره مع كانوا عندها اليتامى كنت كنعاونها في سبيل الله. ايوا مرات خويا دائما مقابلاني، علاش انتي ما كتصرفيش؟ علاش انتي ما كتحطيش الفلوس؟ خاصك حتى انتي تصرفي. السيده ما كانش عاجبها الحال، والفشل ديالها كتربطو بيا. هي كانت على علاقة بخويا قبل ما تزوج، وحقا تزوجت صغيرة، ولكن هي اللي بغات تزوج. كتبقى تقول لي حتى انا مازال باغا نقرا، باغا نكمل قرايتي، ولكن المصروف اللي كيحط راجلي ما زعما ما كيبقاوش قادين لنا الفلوس. واخا خويا عيا معاها باش تقرا، السيده ما عندهاش القناد القرايه، وهي اللي باغا تزوج، يعني هي اللي كانت مزروبه على الزواج. المهم السيده كتضل تبكي وتشكي، ودائما رابطه حياتها بحياتي، وكتلومني زعما انا المصروف اللي ما كنحطش هو السبب اللي مخليها ما تكملش قرايتها. وكيف ما قلت لكم راه خويا قيدها في واحد المعهد، سيده نعاسه، كتضل ناعسه كتعجز، مرخيه. انا مالي؟ ايوا شنو غادي نقول لكم؟ انا ما كنتش مسوقه ليها، عايشه حياتي بالطول والعرض. الله يخلي لي بابا اللي عاطيني قيمه، والحمد لله عايشه بخير وعلى خير. ايوا حتى النهار اللي كانت جات لعندي وقالت لي باللي ولد عمتي فلان، مع هاد ولد عمتها مرادع معاها، يعني بحال خوها، قالت لي ولد عمتي فلان بغاك للزواج. وهاد ولد عمتها ما قاريش حتى هو شي قرايه، هو حقا عنده المشروع ديالو وماديا الحمد لله، اللهم بارك ميسور، يعني داير التجارة شكلا زوين، كان بوغوس. ولكن انا ما كانش زعما عاجبني وما كنتش ديراه في بالي. وفي ذاك الوقت كان في عمري 28 سنة، وشحال من واحد كان جا خطبني وبابا ما كانش باغيني نتزوج، كيقول لي الزواج اخر حاجة تفكري فيها حتى ديري مستقبلك. ايوا بقات عليا هاد مرات خويا، ظريف، حنين، محترم، غادي يقدرك غادي يحترمك، والبنات ديال العائله كلهم كيتسطاو عليه، وانا زعما تمنيتو ليك. المهم بقات عليا بالهضره بالهضره بالهضره، وكانت عطاتو الرقم التليفون ديالي، والسيد بدا كيهضر معايا. بصراحه نهار على نهار بان لي السيد زعما كيبان ظريف. وخا انا كان الشرط ديالي الوحيد في الزواج هو نتزوج بشي واحد اللي يكون قاري، اما الماديات اخر حاجه نفكر فيها. وراكم عارفين الراجل ملي كتكون المراه قاريه عليه كيحس بالنقص، وضروري هادشي كيجبد المشاكل ما بين المراه والراجل. مع الراجل ما كيرضاش وكيبغي يرضي نفسه، وباش يرضي نفسه خاصو يدمر مراته. يعني كنت انا رافضه نتزوج بشي واحد اللي قل مني في القرايه. ايوا بدات عليا مرات خويا لا وراكي غلطه، والانسان ماشي ضروري خاصو يكون قاري. شوفي انا وخوك واخا انا ما قاريه شي قرايه، علاقتنا ناجحه، والسيد راه
ظريف ومتفهم وزعما محترم نفسه. المهم بدات كتشكر ليا فيه حتى فعلا اقتنعت مع السيد. ديجا كان كيهضر معايا في التليفون. صافي نهار على نهار قلت نعطيه فرصة. فعلا درنا الخطبة وبدينا كنتعرفوا على بعضياتنا، والسيد كان ظريف وكيحترمني، وحتى انا كنت معاه بنت الناس وارتحيت معاه. ايوا حتى لقيت راسي وليت متعلقه به وكنموت عليه. صافي بدينا داك الساعه كنخرجوا قدام العائله مع كنا مخطوبين، كنمشيو بجوج كنجيو بجوج. السيد كيوصلني للخدمه بالطوموبيله ديالو. ايوا علاقتنا كانت اش غادي نقول لكم غزاله، والعائله كلها في خبارها باللي انا تخطبت. بالنسبه للعقد اتفقنا باش ان شاء الله غادي نديروه النهار ديال العرس. هي هذيك الراجل كانت عنده الدار ديالو وكان فيها فراش اللي قديم، واتفقت انا وياه باش نبدلو هذاك الفراش القديم. فعلا خرج الفراش كامل وبدينا كندخلو الفراش الجديد. ايوا اختكم ما كانت على نيتها وعمرها تعرفت على شي واحد، وهذا الشخص هذا اول واحد في حياتها. وكنت كنتشاور مع مرات خويا، كنجلسوا كنهضروا، كتقول لي المراه هي اللي تعاون راجلها وهي اللي توقف معاه. وانا باش نبين لهاد السيد باللي انا باغاه كنحماق عليه، ولات اختكم كتفوبر عليه. نشرح لكم، ولات ملي كنكون خارجه كتبان لي هكا شي حاجه زوينه للكوزينه ولا للدار كنشريها. ملي هو كيقول لي علاش كنقول له ما بيناتناش. حتى السيد ولات كتجيه عادي. واختكم تطلقات، ولات نشري هذا كاس، هذا براد، شي شويه وليت كنشري ثلاجه، شريت الفران. المهم الاتات ديال الدار كامل خديته بذوقي. كنقول ما بيناتناش. بابا مسكين عيا يدير ليا في العز ويقول لي جمعي لدوير الزمان. نهار اختكم طاحت على وجهها. وليت نتقدى ونجيب، وهذا الشيء بطبيعه الحال في خبار مرات خويا يعني بيناتنا. اما با وماما ما كنتش كنعاود ليهم، ومرات خويا كانت كتشجعني باغا فيا الخدمه. ايوا اختكم غاده على نيتها، فرشات مع الراجل، وداك الشيء كان معتبر على حقه وطريقه. ورجعت الدار كتهبل مع كان فيها فراش قديم. اختكم فرحانه وعجبها الحال مع السيد. كان كياكل ليا في دماغي، كان بغيك، كان موت عليك، انتيا في شي شكال، انتي الواحد يعول عليك. اختكم صافي بقات غاده على نيتها، حتى النهار اللي السيد ولا كيقول لي خاصنا نجربوا داكشي قبل الزواج. كنقول له شنو هو داكشي؟ كيقول لي احقا خاصنا نشوفوا انا وياك واش متوافقين حتى في داكشي. الحمد لله انا وياك افكارنا متقاربه، متفاهمين، ولكن خاصنا نشوفوا راسنا واش متوافقين. كنقول له ويلي وحدي كيفاش نجربوا؟ واش عارف راسك اشنو كتقول؟ كيقول لي وعادي، والفاتحه ديالنا تقرات، وانا كنبغيك وكنموت عليك. السيد عاوتاني بدا كيتبكى عليا. احقا انا غادي نكون راجلك وخاصني ناخذ من عندك هذاك الشيء. واش باغاني نمشي عند شي وحده وراه الموسخات موجودات، ولكن انا باغي ناخذ داك الشيء من عند مراتي. كنقول له حتى نكون مراتك ويح الله. كيقول لي راه تقرات الفاتحه ديالنا وما بقى لنا والو نتزوجوا. المهم السيد بغى يحماق ويتصدق، وقال لي انا شحال من مره كنتي معايا في الدار وعمري تجرأت عليك. انا باغا ناخذ داك الشيء بخاطرك، يعني حتى نتيا تكوني مقتنعه وباغا داك الشيء. ايوا بقيت غاده معاه في داك الشيء ديالو، وهمته باللي انا باغا. ايوا ما نقول لكمش السيد ولا كيعبر وكيخوي المزيوده. كنقول مع راسي اويلي ويلي مع من انا. السيد في بالو غير الجنس واخد الحياة بواحد المعنى آخر. أنا بصراحة عمري ظنيت نوصل معاه لهذا المستوى. السيد راه كيهضر بواحد الطريقة اللي مستفزة. إيوا خليته حتى خوان مزيودة، وأنا نقول ليه اللي ما كيراعيش حدود الله وما يخافش عليا أنا ما عندي ما ندير به. حيت اللي ما كيخافش باللي خلقه راه ما يخافش عليا حتى أنا.
في اي موقف يقدر يلوحني. بدا عليا لا، وانت غير كتخربقي، وانا راه كنبغيك وكنموت عليك. والحب هو اللي خلاني نهضر معاك بهذه الطريقه، حيت ما بقيتش قادر نصبر، وانت كيبان ليا بلي ما كتبغينيش وباغا تخسريني. قلت له ياك يا ندير معاك هذا الشيء قبل الزواج يا نخسروا بعضياتنا. قال لي الا ما درتيش معايا هذا الشيء يعني ما كتبغينيش. ايوا قلت له شوف، غادي نجيك من الاخر. ملي انت باغي تبدا زواجنا بالحرام، راه ما بني على باطل فهو باطل. وانا سيدي ما عندي ما ندير بك. سيد تعصب عليا وقال لك حق انا ما كنبغيهش، وقال لي ندمتيني، راه عطاهم الله، انا باغي غير ندير معاك داكشي نتيا. المهم بدا كيغوت، بدا هكا كيعتبر راسو زعما راه هو اللي على حق. ومن بعد كان مشى وخلاني. ايوا السيد داز النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، صيمانه، ما سول، ما عيط، ما هضر معايا. وحتى انا ما سولتش فيه، حطيته سطل بلا تقرقيب. ايوا حتى النهار اللي كان جا عندي للخدمه، احقا كنت مريض وما سولتيش فيا وانت ما كتبغينيش. انا ما هضرتوش، قلت ليه اللي بيناتنا تسالى صافي، انا عرفتك على حقيقتك. قال لي لا غير ما فهمتينيش، وانا كنبغيك وكنموت عليك وكنتصدق، غير عطيني فرصه. المهم السيد بدا كيطلب وكيرغب. انا هادشي كامل باقي ما قلتوش لدارنا، يعني باغا نعرف راسي من رجليا، وداك الساعه نعرف راسي اشنو خاصني ندير. السيد بدا كيطلب وكيرغب. داك الساعه ما هضرتش معاه. عاوتاني عيط على مرات خويا، كيقول لها هضري ليا مع فلانه، جات لعندي حتى هي، لا والسيد راه كيبغيك وكيموت عليك وهذا الشيء راه عادي، حتى انا درته مع خوك قبل الزواج وانا مزوجه به. قلت لها اختي انتيا، اما انا ما غاداش ندير شي حاجه د الحرام، انا باغا حب الله، اما الراجل يمشي راجل ويجي راجل. ايوا بدات كترغب وكتطلب، وحتى هو عيط ليا كيرغب وكيطلب. قلت صافي، ربما انا فهمته غلط، نعطيه فرصه. ايوا دازت ايام اللي هي قليله، حتى كتجي هاد مرات خويا قالت لي حقا، دورت لي ماما فلانه اللي هي الام ديال خطيبي، حيت مرضعاها وعمتها. قالت لي حقا دورت لي ماما فلانه وقالت لي خاصني نهضر معك في واحد الموضوع. وقلت لها الله يسمعنا خير شنو واقع. قالت لي خويا فلان زعما خطيبي، واخا انت وياه قديتوا الدار وفرشتوها وصوبتوها، راه ما غاديش تسكنوا فيها. قلت لها علاش؟ قالت لي حيت اختو عندها مشكل مع العكوزه، وراجلها وقف من الخدمه، وراكي عارفه عندها 3 الوليدات، وخوها اللي هو خطيبي ما يقدرش يسمح فيها. راه مو قالت ليه خاصك تعطي الدار لختك تسكن فيها حتى تقاد الامور ديالها، وخاصك توقف معاها، راه اختك ما خاصكش تسمح فيها. قلت لها ايوا هاد اختو اللي واقع عليها مشكل مع راجلها تمشي تسكن عند امها حتى تقاد الامور ديالها. ايوا مرات خويا مع قلبها طايب عليا، قالت لي ويحسب لك غير انت اللي عزيزه عند والديك، حتى هي عزيزه عند والديها وبغاو ليها حتى هي الخير، وهذاك راه خوها خاصو يوقف معاها. وانت علاش معقده الامور؟ ياك كاينه الدار ديال العكوزه سيري سكني فيها، والدار كبيره ما شاء الله. قلت لها علاش اختو خايف عليها من العكوزه، وانا نمشي نسكن مع العكوزه اللي تبارك الله عندها باقي 5 د الوليدات باقي بلا زواج، 3 د البنات وجوج ولاد، نمشي نتزاحم معاهم. قالت لي وانت كتعقدي الامور عادي ما فيها والو. قلت لها لا اختي فيها، الا انت عندك ما فيهاش انا عندي فيها. قالت لي وها انا ساكنه مع امك شنو واقع ليا؟ قلت لها انت اللي اختاريتي، وكل واحد كيتحمل المسؤوليه ديالو. انت كنتي باغا غير تزوجي، وشحال وانت كطلبي في خويا لا نتزوجوا لا غير جيبني لا نسكن مع داركم. انا لا، انا ما باغاش اختي غير نتزوج، انا غير شكرتي لي هاد السيد وبان لي ولد الناس، داكشي علاش زعمت بشويه عليا الزواج ما غاديش يهرب. ايوا المكلخه ديال مرات خويا قالت لي واخا توصلي فين ما وصلتي، الا ما تزوجتيش راكي ما درتي والو. حمدي الله ملي لقيتي خويا قبل بيك، زعما انا ناقصه ولقيت خوها يسترني. قلت لها وانا كنضحك، قلت لها واش انتي مريضه؟
واش مريضه في راسك؟ انا الحمد لله راني مستقله بذاتي ماديا، والديا حاطيني على كفوف الراحه كيتمناو غير راحتي. وهاد ولد عمتك ولا خوك كيف ما كتقولي الا ما تزوجتش بيه ماشي غدا نموت. الحمد لله راه ما غادي يوقع ليا والو، وماشي غير هو اللي عنده شروط، حتى انا عندي شروطي ومن حقي نختار شريك حياتي. الحمد لله ما ناقصني حتى شي حاجه، حتى انا من حقي نختار اللي يزيد بيا القدام ويخاف عليا ويقلب ليا على راحتي. ايوا ضحكت واحد الضحكه خليتها مصدومه، وداك الساعه قلت ليها ايوا هي هادي، ارضينا بالهم والهم مرضى بينا. انا كاع ما كنت قابله به في الاول، هي اللي بدات كتزنزل ليا في دماغي، راكم عارفين الزن على الودان امر من السحر. حتى قلت بسم الله دابا ولاو كيتشرطوا. ايوا داك الساعه خليتها وعيطت على مولاي السلطان. الو الو، شنو واقع؟ اشنو هادشي اللي سمعت؟ قال لي داكشي اللي سمعتي هو اللي كاين. انا ما يمكنليش نتخلى على اختي في المشاكل وراجلها ما يقدرش يسكن مع الوالده، وراكي عارفه مازال عندي خواتاتي بلا زواج. قلت لي اختك الا باغي توقف معها وقف معها من مالك الخاص، سير كري ليها، علاش تسكنها في هذيك الدار اللي انا قديتها وفرشتها بذوقي؟ قال لي ايوا بحال بحال، وحتى هذيك راه اختي ماشي برانيه. قلت له ماشي عيب توقف مع اختك وماشي عيب تقلب على راحه اختك، ولكن حتى انا باغا راحتي وباغا حريتي في داري، ماشي هبيله نمشي نتزاحم مع داركم اللي تبارك الله باقي فيها عرام ديال الدراري والبنات وعاد العائله والحفايد اللي ما كيخويوش الدار. انا خويا اتفقت معاك نهار الاول، اتفقنا باش نسكنوا بوحديتنا، وداك الشيء علاش وقفت معاك وفرجت، واخا تبارك الله انت ما ناقصك خير، قلت انا وياك واحد ماشي مشكل. السيد بدا عليا ايوا لا وخاصك تكوني مرا زعما فحله، والمراه هي اللي توقف مع راجلها في المواقف. دابا اختي بغاتني نوقف معاها، خاصك حتى انت توقفي معايا مرا. تزوجنا وطحت في شي مشكل ووقفتي معايا، انتي باينه في اول مشكل غادي تخلي عليا. قلت له خويا اش داني لهاد المشاكل من الاول؟ انا من الاول اتفقت معاك باش نسكن بوحدي، بغيتي يا ولد الناس مرحبا، ما بغيتيش الله يسهل عليك. السيد بدا عليا انت اصلا بارده وماشي ديال الزواج، والواحد ما يعولش عليك، خاصك تحمدي الله ملي تزوجت بيك، زعما ملي بغيت نتزوج بك هي الشارفه، حيت زعما قدي قدو في العمر. قال لي اما انا باقي نجيبها 16. قلت له خويا ملي انت باقي تجيبها 16 مالك طبخ ليا دماغي؟ ايوا ضحكت وانا نقول ليه نستاهل، حيت انا اللي عطيتك الوقت يا مكلخ، اما بحالك كاع ما كنت كنشوف فيهم. غير مرات خويا المسيميمه اللي كانت حاقده عليا بدات عليا خويا فلان ظريف ما ظريف. اما انا المقام ديالي ماشي هو المقام ديالك، ولا فكرت نتزوج خاصني نتزوج بشي واحد اللي قاري وواعي ويعرف بقيمتي. عمرك طف بيا ما نكذبش عليكم، ما رحمتوش، ماشي تكبرا مني، ولكن انا هاد السيد هذا عطيته اكثر من قيمته وما احترمنيش، صافي عطيته على شي قلب. وداك الساعه قطعت عليه، مشيت عند بابا عاودت ليه من طقطق السلام عليكم، قلت له بابا شنو واقع شنو واقع شنو واقع؟ عرفتو بابا بغى يحماق، قال لي كيفاش؟ قلت له هادشي اللي واقع بابا. قال لي واش عندك الساروت ديال الدار؟ قلت له عندي. مشينا كنجريو، داك الساعه كان جاب الكاميو، عرفتو دخلنا للدار خرجنا هذاك الباجاج كامل، داكشي كامل اللي شريت، الثلاجه الاتات الناموسيه الماعن، مع انا شريت الاغلبيه في هذيك الدار. صافي جمعنا القش ديالنا كامل، جينا للدار ومريضنا ما عنده باس، حتى كي والسيد بعدا بلوكيتو، صافي بلوكيتو من النوامر ديال التليفون ديالي، حتى كيبان لي السيد جا عندي للخدمه. عرفتو ما فهم والو، ما مصدقش باللي كشط له الدار واللي فيها. بقى عليا كيفاش وانتي كتسرعي دائما، وانا غير عصبتيني داكشي علاش هضرت معاك بهذيك الطريقه، اما انا راني كنبغيك وهذا الشيء راه كيعاقب عليه القانون، قادر نمشي ندعيك. قلت له الا عندك شي دليل اجري طوالك، اجري طوالك سيدي.
انا هذاك الشيء كامل عندي بالوراق بكل شيء باللي انا اللي شريته. وانت سيدي بغيتي تمشي تدعيني جري طوالك. قال لي لا هادشي ما بيناتناش، وانا ما ندعيك ما تدعيني، وانا راه كنبغيك وكنحماق عليك وباغي نكمل معاك حياتي، غير عصبتيني وهذيك راه اختي وخاصك توقفي معايا. وقلت ليه اختك على راسي وعينيا، ولكن وقف معاها انت، علاش نوقف معاها انا؟ كيفاش انا هذيك الدار فرجتها على ظهري وفي الاخر غادي تسكن فيها اختك؟ لا خويا، الا كانت اختك عزيزه عليك حتى انا عزيزه على والديا وما يبغيوش ليا الدل، وقالوا لي هذاك السيد ما بغاش يسكنك بوحدك، ما عندك ما ديري به، ها السخط ها الرضا الا تزوجتي به. وانا غادي نجيك من الاخر يا ولد الناس، اللي باغيني انا يتزوج بيا انا خاصو يديرني رقم واحد في حياته. مادام انت ما كتهمكش سعادتي وما كتهمكش راحتي، حتى انا ما عندي ما ندير بك، سير عند اختك اللي تنفعك. اما انا الا عاودتي درتي بيا غادي نجيب لك البوليس. بدا عليا كيفاش البوليس وانا كنبغيك وانتي دابا غير كتخربقي؟ قلت له غادي تعطيني اتساع ولا غادي يدخلوا بيناتنا البوليس، صافي اللي بيناتنا تسالى. ايوا السيد عيا معايا يطلب ويرغب ويزاوك ويهضر مع اختو اللي هي مرات خويا، كتهضر معايا زعما. قلت لها غادي تدخلي سوق راسك ولا ما غاديش يعجبك الحال، عمرك تجبدي لي هذا الموضوع. ايوا السيده ما نقول لكمش ولات كتكرهني مع هي اصلا كانت كتغير مني وكتغير كيفاش كتشوف بابا كيفاش كيتعامل معايا كتغير، وزعما بابا راه كيتعامل معاها مزيان. وعاد ملي وقع هذا المشكل ما بيني وبين ولد عمتها السيده صافي وليت الدم ديال سنانها، واللي زاد في قصها وجاب ليها التمام هو ملي سكنني بابا في الطبقه الثانيه مع هذيك الطبقه بابا اللي بناها وكان كيقادها ويصاوبها، وخويا كان حاط عينو عليها. ملي وقع لي هذا المشكل وجبت الباجاج ديالي، بابا عطاني الطبقه الثانيه وقال لي سكني فيها. قال لي هذه دارك، خوك الا بغى دارو يبني فوق منك، ما حنايا غير جوج ديال الوليدات. صافي قال لي هذه دارك انت محسوبه عليا بنت، محسوبه عليا انا، اما خوك يدبر راسو بغى دارو يطلع يبنيها زعما فوق منك. الدار الاولى راني ساكن فيها انا وامك حتى يحل الله. المهم خويا ما عجبوش الحال، اما مراته ما نقول لكمش السيده عرفت وضلت نقر وضلت عاير وتحرش في ماما. مع ماما كانت تدريويش زعما ماشي كنشكرها ولكن واحد الانسانه من اطيب خلق الله. بابا بعدا راه كان شويه واقف وقاصح، ماما راه مسكينه والو وكانت على نيتها كتمشي وكتبقى تعمر ليها راسها لا خالتي وخاصنا حنايا اللي نسكنوا في هذيك الدار الثانيه وحنا اللي عندنا الوليدات خاصنا نعزلوا عليكم، وهي ساكنه غير بوحديتها في هذيك الدار. مع انا كنت كنجي من الخدمه كندخل كناكل مع دارنا ومن بعد كنطلع لداري مع راني خدامه وكنفيق الصباح بكري، وما يمكن لياش نبقى نغوت على ولاد خويا ينعسوا. خويا هادوك راهم ولادو واخا خدام هو اللي خاصو يتحكم فيهم، اما مرات خويا راها كتضل ناعسه ما كتفيق حتى ل 12 ل 11. مع كيف ما قلت لكم عندنا المساعده كتعاون ماما، يعني ماما محتاجاش المساعده ديال مرات خويا وعاطينهم حريه الاختيار. بغاو يكريو يخرجوا يكريو، بغاو يبنيو فوق من هذيك الدار اللي انا ساكنه فيها يبنيو، المهم يعتمد خويا على راسو. وبابا كيقول لي هذيك الدار الثانيه ما تهبطيش منها، هذيك دارك واخا تزوجي ويكونوا عندك الوليدات غادي تبقاي تجي زعما تجلسي فيها معززه مكرمه. انا زعما باقي عايش وانتي محسوبه عليا، وحتى شي واحد ما عنده الحق يهبطك من هذيك الدار ولا يفهم عليك. هذا الكلام ديال بابا. ماما ولات كتقول لي انتي مسمومه، خاصك تهضري مع باك، ومرات خوك عندها الحق زعما هي اللي خاصها تسكن في هذيك الدار ما تسكنيش فيها بوحديتك نتيا. بابا كيقول لي ما تنزليش، ماما كتقول لي لا غير نزلي. خويا وليت كنحس به ما بقاش حاملني، مرات خويا غير النقير الظل نهار وما طال وهي كتنقول. ايوا شنو غادي نقول لكم خيلوطه وصافي. المهم انا متبعه بابا، داكشي اللي قال بابا انا كنمشي معاه. قال لي جلسي في دارك انا جالسه في داري، وقال لي غادي نكتب لك الدار بسميتك، اما خوك الا باغي الدار يبني فوق منك وان شاء الله حتى هو نكتبها ليه بسميتو.
ولكن هو اللي يبنيها. خويا حالف ما يبني، باغي الواجد وطامع ليا انا في رزقي. عرفتو تبدل عليا، وليت كنحس به ما بقاش كيحملني. تقولوا انا ماشي اختو. ايوا حكيت لكم حكايتي باش تداعوا مع بابا، الله يطول ليه في العمر ويخليه تاج فوق راسي. الحقيقه الله يحفظه ليا، عاطيني واحد القيمه كبيره كبيره في الدار. وبالنسبه للنصيحه اللي بغيت نعطي للبنات، ما يثيقوش في الشخص اللي كيقول لهم خاصنا نجربوا نمارسوا قبل الزواج، على اساس زعما يشوفوا راسهم واش متوافقين. اللي كيبغيك والراجل الحقيقي عمرو يقرب ليك ولا يقول لك خاصك تمشي معايا للدار الا ما كانش عقد الزواج. حيت الراجل الحقيقي واللي كيكون باغيك كيعطيك قيمه، ما كيقربش ليك الا ما كانش عقد الزواج، ما كيطمعش فيك وانت باقا حتى ما تزوجتيش به. ردوا البال، وكنتمنى تكونوا استفدتوا من حكايتي، وفي نفس الوقت ما كرهتكمش تقولوا لي شنو ندير مع خويا ومراته، حيت بفعيلهم كرهت دار والديا. وليت كنجي من الخدمه كنطلع نيشان لداري، والمساعده اللي معنا في الدار الله يكثر خيرها مع كنت عزيزه عليها، كنت كنتهلا فيها، وحتى هي بصراحه تستاهل. كانت مسكينه كتجيب لي الماكله، كتطلع لي الماكله وكتعاود ليا، كتقول لي يا اختي ملي كينوضوا في الصباح هما كيهضروا عليك، خصوصا داك مرات خوك كتقيل كتهضر عليك وكتقول علاش بابا كيدير الفرزيات، علاش كيفضلها عليك. المهم السيده كتقيل كتعمر راس خوك، داكشي علاش خوك ولا كارهك، كتقول لي ردي بالك منها. وكنتمنى ما تبخلوش عليا بالنصائح ديالكم، وكانت هذه هي حكايتي، خليتكم على خير.